هاي أكبر 5 ازدحامات طرق بالتاريخ. بالمركز الخامس، عندما بدأ إعصار ريتا بالاقتراب من هوستن ب 2005 صدر أمر بإجلاء سكان المدينة، مما أدى إلى تدفق 3 مليون شخص على الطريق السريع وحدوث أزمة طولها 160 كيلومتر لمدة 48 ساعة. بالمركز الرابع، بعد سقوط جدار برلين سنة 1989 تدفق ملايين من الألمان لرؤية أصدقائهم، مما تسبب بأزمة خانقة حيث وصلت عدد السيارات إلى 18 مليون سيارة. بالمركز الثالث، أثناء عودة الفرنسيين من عطلهم إلى باريس سنة 1980 فوجئوا بسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى أطول ازدحام بالتاريخ إلى يومنا هذا بطول 176 كيلو واستمر إلى 3 أيام. بالمركز الثاني، ازدحام نيويورك سنة 1969 وعلى مدى 32 كيلو بسبب نصف مليون شخص احتفلوا بمهرجان وودستوك. بالمركز الأول، وأكبر ازدحام حصل ب 2010 ببكين بالصين بطول 100 كيلومتر واستمر 12 يوم، وكان بسبب